ننتقل بكم إلى هذا الخبر العاجل طبعا، وهذه الصور التي التقطتها كاميرا سكاي نيوز عربية لانفجار سيارتين قرب الحدود التركية مع عين العرب كوباني. عموما معنا مراسل سكاي نيوز عربية عماد الأطرش ليعطينا مزيد من التفاصيل حول هذه التفجيرات بسيارات مفخخة. عماد. نعم فضيلة، يبدو أن بعد اليوم كان هادئا نوعا ما. حدث قبل قليل من الوقت هذان التفجيران بسيارتين مفخختين في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة كوباني، وهو عادة ما يعمد إليه مسلحو تنظيم الدولة في تفجير السيارات المفخخة في شوارع المدينة. سبق ذلك ويرافق الآن بعد هذين التفجيرين اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب ومسلحي تنظيم الدولة، ليس فقط في المنطقة الشرقية لمدينة كوباني ولكن في أطراف وأجزاء أخرى منها، حتى من خارجها. لا أعلم إذا كانت الأصوات تصل إليك، ولكن يبدو أن الاشتباك في طوره. نعم، نحن نسمع معك هذه طبعا الاشتباكات ربما نعم. بين القوات الكردية وأيضا مسلحي داعش. نعم. يعني اليوم كان هادئا كما قلت وانتهى بهذين التفجيرين. هل تلاحظ أي طيران في المنطقة يحلق في هذه اللحظات؟ في هذه اللحظات ليس هناك من تحليق لطيران التحالف. يعني الغارات كانت شبه غائمة اليوم باستثناء غارة شنتها طائرات التحالف عند الساعة أو طائرة للتحالف الدولي عند الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي، وكانت في جنوبي مدينة كوباني على البوابة تحديدا للمدينة في الطريق الواصل إلى حلب. حاليا ليس هناك أي تحليق لطائرات التحالف في أجواء مدينة كوباني. طبعا الأجزاء السورية من أجواء المدينة، ولكن يبدو أن الاشتباك ما زال مستمرا. نعم عماد، نحن طبعا نشاهد عبر سكاي نيوز عربية هذه الصور الخاصة والمباشرة لاشتباكات تحدث طبعا على الحدود بين عين العرب وكوباني والحدود التركية. هل هذا ينذر ربما بليلة فيها تصعيد كبير عماد؟ ربما، لأن فضيلة المناطق التي تحصل فيها الاشتباكات وهي الأجزاء تحديدا الشمالية الشرقية والشرقية هي المناطق التي يسيطر أو ما زال يسيطر عليها مسلحو تنظيم الدولة منذ وصولهم إلى مدينة كوباني قبل تحديدا 35 يوما من اليوم. ربما سيتصاعد الأمر، لا أحد يدري بطبيعة الحال ماذا ستؤول إليه الأمور في هذه الليلة، ولكن من الممكن أن نشهد تصعيدا في هذه المعارك المستمرة كما ذكرنا منذ 35 يوما. إذن عماد الأطرش من الحدود التركية السورية، معلقا طبعا على هذين التفجيرين اللذين التقطتهما كاميرا سكاي نيوز عربية لسيارتين مفخختين يعتقد بأن مسلحي داعش قاموا طبعا بتفجيرهما.